اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده هنملى بيتنا خير، وهنعمل النهارده حاجات بسم الله ما شاء الله مش هتصدقيها. واتفرجي على الفيديو دوت، هتلاقي فيه مفاجآت جميلة جدا جدا جدا. بإزازة اللبن اللي قدامنا ديت هنقدر نعمل القشطة في البيت، الجبنة في البيت، وهنقدر نعمل أحلى جبنة فلاحي وقشطة فلاحي، أو زبدة فلاحي، أو سمنة فلاحي. اللي مش عارف يعني ايه زبدة، السمنة البلدي بتاعتنا. تعالوا النهاردة هنطلع الكلام ده كله. شايفين يا جماعة؟ شايفين ازازة اللبن دي؟ كنت جايباها قعدت معايا 4 أيام. رابط زي ما انتوا شفتوا كده. شايفين كانت فاصلة القشطة عن اللبن، يعني كانت فاصلة هي القشطة فوق واللبن تحت. شايفين القشطة عاملة ازاي؟ جميلة وتحفة وحاجة كده جميلة جميلة جميلة. سبحانك يا رب، كان الخط باين قدامكم في الإزازة ان هي فاصلة القشطة فوق وكان اللبن تحت الرايب بتاعها. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. احنا فضينا دلوقتي القشطة في البولة اهيت، وهنسيبها كده ونركنها على جنب، مش هنشتغل فيها دلوقتي. وتعالوا نشوف دلوقتي ازازة اللبن معايا اهيت. جبت بولة، اهم حاجة تكون ناشفة، ورحت نازلة باللبن بتاعنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة خالص. شايفين اللبن عامل ازاي؟ الله اكبر. اهم حاجة تجيبيه من حد مضمون، اهم حاجة يكون اللبن بتاعك دوت تجيبيه من عند حد يكون مضمون، حد يكون كويس، يعني تبقي ضامنة ان هو مش غشش اللبن. ماشي. دلوقتي انا جبت اللبن وركنته كده في التلاجة بعد ما نزلته في البولة ساعتين. خلاص كده ركنته ساعتين، وجبت الحصيرة ورحت نازلة بيه زي ما انتوا شايفين كده. هو بينزل الشرش بتاعه ده، اسمه شرش اللي بينزل منه دوت. وفردناه في الحصيرة وحطينا عليه حبة ملح، وبنسيبه كده لمدة 5 6 ساعات 7 ساعات، نعلقه بالطريقة الجميلة دي. ماشي. اهم حاجة الجبنة دي يا جماعة، تاخدي جبنة كويسة. عايزة تخزني الجبنة أو السمنة أو الكلام الجميل بتاعنا أو الزبدة بتاعتنا، يبقى في الشتاء، وخاصة في شهر طوبة. ليه بقى؟ دلوقتي أنا بعمل معاكم الزبدة. جبت القشطة اللي طلعت معانا كده، وبروح منزله بايدي كده. طب ما اعملها في الخلاط، اعملها في الكبه؟ لا، ايدك احلى. ليه؟ ايدك هتحس بالملمس اللي انت بتعمليه، وهتقدري تطلعي السمنه منها. بدني اقلب فيها كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده. قلبتها وطلعت منها بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ طلعت كوره بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بعملها بقى الكوره ديت كده، وكل مره بروح عامله ايه، كوره كده لغايه ما جمعت منها كام كوره بسم الله ما شاء الله. طلعت منها والله يا جماعه، دنيتني اجمع كده لغايه ما طلعت كام كوره كده منها. دلوقتي هنشوف الفيديو. ديت اللي طلعت منها ده مش هيترمي، اللبن اللي طلع منها دوت مش هيترمي. دوت بعينه في اي مخبوزات بطلعه، بعمل بيه اي مخبوزات. او لو انت مش عايز تعمليه في المخبوزات، بتروحي مولعه دلوقتي عليه في دقيقه صغيره، وتولعي على البوتاجاز وتوطي عليه، بتطلعي منه احلى مرطه. اللبن ده، اللبن ده صدقيني. بس انا دلوقتي انا محتاجاه عشان عايزه اعمل حبه مخبوزات، وهعينه في الفريزر في كيسه. دلوقتي السمنه هي اللي طلعت مننا، وعلقنا الجبنه. ودلوقتي هنعين اللبن دوت، الفرز دوت اسمه لبن فرز. هعينه في الفريزر عشان محتاجاه اعمل حبه قرص لعيالي، بعمله بيه، بيديني طعم وجمال جمال جمال للقرص مش قادره اقول لك. ودلوقتي الشرش دوت، لو انت برضو محتاج يعني مش عايزاه، مش بيترمي، بتسخنيه على البوتاجاز وبتملحيه، وبتحطي فيه حبه فلفل اللي هو الشرش ده اللي في الطبق اللي نازل من الجبنه، بتروحي جايه مملحاه وتحطي عليه، وتروحي جايه مخليه فيه خيار، تخلي فيه فلفل، يعني كلها بتستفيد. كل الحاجات اللي معاك دي بنستفاد منها. خلاص عنا الشرش في الفريزر اللي احنا نعمل منه المخبوزات. ودلوقتي الشرش اللي هينزل دوت ممكن تخلي لي فيه فلفل، تخلي لي فيه خيار اللي هو بينزل من الجبنه دلوقتي، النقط اللي بتنزل من الجبنه دي. ماشي.
شايفين القشطة بتاعتنا جميلة جميلة جميلة، طعمها الزبدة بتاعتنا كان طعمها خطير خطير خطير. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الجبنة بعد كده. بسم الله ما شاء الله، 6 ساعات كده كنا سايبينها متعلقة. قشطة جبنة مش قادرة اقول لكم، بصوا والله كانت قشطة، مش كانت جبنة، كانت قشطة. حاجة كده جميلة، حاجة عاملينها بإيدينا، عارفين جودتها ايه، عارفين صنعتها ايه. لما انتي بإيدك الحلوة ليه بالغالي تشتريها؟ لما انت بإيدك الحلوة تقدري تصنعيها. شايفين؟ انت ضامنة الناس اللي انت هتروح تجيب منهم كانت الحاجة اللي عاملينها فيها ايه، منظفينها ازاي. شايفين يا جماعة؟ والله ما خدت مننا اي حاجة، وطعمها وريحتها وحاجة وملمسها جميل جميل جميل. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان نوصل لكم كل جديد وجديد. وشايفين الزبدة الفلاحي الجميلة؟ كل مرة كنت بطلع كرة من ديت لغاية بسم الله ما شاء الله ما جمعت 1.5 كيلو من الزبدة بتاعتنا. انتوا عارفين الزبدة النهاردة الكيلو بكام؟ ب200 جنيه يا جماعة، ب200 جنيه اهوت. مفيش لبن بيخلى منه، مفيش بيت بيخلى منه اللبن، كل البيوت فيها اللبن. تاخدي الوش بتاعك واعملي بيه احلى زبدة واحلى جبنة.